سكر الحمل. ايه هو سكر الحمل ده؟ وامتى بنعمل التحليل بتاعه؟ والتحليل بتاعه عبارة عن ايه؟ ومين اكتر ناس المفروض ان هم يعملوا التحليل بتاع سكر الحمل؟ سكر الحمل ده عادة هو ارتفاع في نسبة السكر في الدم، وغالبا بيكون في النص التاني من الحمل. بنعمل التحليل بتاعه تقريبا عند الأسبوع ال 22، وده بيتطلب انه المريضة بتيجي بتكون صايمة 8 ساعات، وبنعمل لها تحليل السكر اللي بيعتمد بشكل أساسي على شرب السيرب السكري عياره 75 جرام، وبيتقاس السكر على 3 مرات قبل ما بتشرب المحلول السكري ده، وبعديه بساعة وبعديه بساعتين، وعلى حسب الأرقام الدكتور بيقدر يحدد إذا كانت هي مصابة بسكر الحمل ولا لا. هو ده يا جماعة الاختبار الأساسي واللي بيأكد فيه سكر حمل ولا لا. ما ينفعش أن أنا أشخص سكر حمل من غيره. في ناس مهم جدا أن أنا أعمل فيهم أو أعمل لهم التحليل ده، اللي هم السيدات الحوامل اللي بيكون عندهم زيادة شديدة جدا في الوزن. دي لازم يتعمل لها اختبار سكر الحمل. اللي كانت بتعاني من تكيسات على المبيض، اللي حصل لها إجهاض قبل كده، اللي ولدت قبل كده مثلا بولادة قيصرية نتيجة انه البيبي كان حجمه كبير، او اتقال لها بعد الولادة انه البيبي كان حجمه كبير، اللي كان عندها سكر حمل قبل كده، او اللي عندها مشاكل اخرى للحمل زي ارتفاع الضغط وتسمم الحمل والكلام ده. دول كلهم لازم يتعمل لهم التحليل بتاع سكر الحمل. دول مش بس كده بنعمله عند الاسبوع ال 22، ده انا ممكن اعمله بدري شويه عشان امسك الحاله في ايدي من بدري واتعامل معاها، عشان يكون الحمل امن بالنسبه للست نفسها وبالنسبه للجنين.